أنا كنت راكب طيارة عادية جدا، ناس رايحة رحلة، ضحك، سيلفي، أطفال بيعيطوا، وكل حاجة ماشية طبيعي. لكن بعد أقل من ساعة الدنيا اتشقلبت. الطيارة حصل فيها خلل مفاجئ، وكل اللي حسيناه هو صوت انفجار وبعده الهبوط الاضطراري السريع. بس المصيبة مش هنا. الطيارة وقعت في المحيط وغرقت تدريجياً، واللي عاشوا اتحبسوا في جزء صغير جداً تحت المية، من غير هوا كفاية ولا أمل واضح للنجاة. أنا كنت وسطهم، بنحاول نفضل صاحيين، بنقفل كل شق ممكن يدخل منه المية، وكل تانية بتمر كأنها آخر تانية في العمر. بس الكارثة الأكبر، إحنا مش لوحدنا هناك تحت، في خطر تاني أكبر من الغرق. كائنات بتتحرك حوالينا، قروش؟ ممكن. حاجة أفظع؟ احتمال كبير. كل نفس كلفنا قرار، كل حركة كانت مغامرة، والسؤال الحقيقي كان: هنخرج من هنا؟ ولا المحيط هيبقى قبرنا الجماعي؟ فيلم نو واي أب دلوقتي على قنوات تي في من غير إعلانات بجودة خرافية. هتحس إنك وسط المية معانا. لو قلبك جامد وتحب الأفلام اللي تشدك من أول دقيقة، ما تفوتش الفرصة واتفرج. ولو عجبك سيب تعليقك وقولنا كنت هتتصرف إزاي مكاننا.